السلام عليكم، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ ما فيش شك يا جماعة ان احنا طبعا كلنا بنحب الشوكولاتة. مع بعض دلوقتي هنعمل كرات البوينتي بطريقة سهلة وجميلة. ما فيش شك دلوقتي لو انت شفت المقادير بتاعتنا والطريقة هتقومي تعمليها حالا وهتقارنيها باللي بتجيبها من بره. بتاعتنا طبعا بتطلع احلى واجمل بكتير، والطريقة سهلة والمكونات اللي هنعملها مع بعض هتطلع لنا برضو كمية حلوة. يلا تعالوا ادخلي معايا الفيديو، ومن فضلك بقى لايك وشير واشتراك للقناة، واضغط على الكل عشان يوصلك كل جديد هقدمه معاكي. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونخش على الطريقة بتاعتنا ونشوف المقادير بتاعتنا. اول حاجة هي هنا معايا جوز الهند، كوبايتين اتنين من جوز الهند المبشور الناعم، ومعايا كمان فانيليا سايلة او بودرة، وكمان 80 جرام او معلقتين اتنين من الزبدة، ونص كوباية سكر، يا يقل يا يزيد يا جماعة. تمام. وكمان نص كوباية من اللبن. يبقى زي ما قلت يا جماعة معايا كوبايتين اتنين من جوز الهند، ومعايا فانيليا ومعلقتين زبدة ونص كوباية سكر ونص كوباية لبن. دلوقتي بقى كده نزلت بنص كوباية اللبن وهنزل عليها بالسكر والزبدة. الزبدة هنا معايا يا جماعة كمادة رابطة، او ممكن انتوا تستغنوا عن الزبدة وتضيفوا معلقة من العسل، العسل النحل، هو يعتبر كمادة رابطة مش اكتر. خلاص. وعلى النار كده على الهادي، عند ما المكونات بتاعتي والزبدة بتاعتي تدوب هنزل بالفانيليا بتاعتي. الفانيليا بتاعتي سايلة او بودرة، الموجود عندك حطيه، هي ريحتها بتبقى قوية. تمام كده المكونات بتاعتي والزبدة بتاعتي ساحت اهيت. هنزل بجوز الهند بتاعتي، وزي ما قلت معايا كوبايتين اتنين من جوز الهند، زي ما قلت الكمية ديت الكوبايتين دول هيعملنا كمية حلوة. وهقلب بقى، ههدي النار خالص، النار طبعا مش هتكون عالية، هتكون مهديها خالص على ما جوز الهند تنشف بالمكونات اللي معاها. تمام يا جماعة، خلاص هي كده قربت تنشف اهي زي ما حضراتكم شايفين. شايفين معايا يا جماعة هي كده قربت تنشف اهي، يبقى هي كده تمام. هستنى عليها لعند ما السوائل بتاعتها تنشف خالص وهنزلها من على النار. وهنا بقى نزلتها من على النار يا جماعة وهسيبها تبرد معايا. هحطها في بايركس او في علبة تلاجة او في علبة اي علبة عندك مربعة او مستطيلة، حطها فيها. انا هحطها فيها افرخها فيها علشان تبرد، وهدخلها التلاجة علشان اعرف امسكها واشكلها معاكم. تمام يا جماعة، بالاسباتولا كده وهسواها كويس، وهضغط عليها عشان تبقى برضو وانت بتشكليها تبقى ما تتبهدلش منك. هضغط عليها كويس وهحطها في التلاجة حوالي ساعة ولا نص ساعة على ما تجمد. انا كده طلعتها من التلاجة، قعدت معايا ساعة. وهنا هوت يا جماعة صوص الشوكولاتة، او اي شوكولاتة عندك بتسيحيها على بخار مية او بتحطها في الميكروويف. خلاص تمام. دلوقتي بقى كرات الباونت بتاعتي يا جماعة بجيب بالمعلقة كده وبإيدي بشكل بقى كور كور زي ما انتوا شايفين كده. عايزة تعمليها مستطيلة أو مربعة حسب الشكل المتاح ليك. أنا دلوقتي أنا هعملها معايا مدورة كرات كده. وخلاص أنا دلوقتي هحطها في الصوص اللي معايا، صوص الشوكولاتة اللي احنا كنا عاملاه مع بعض في القناة. ولو مش عندك زي ما قلت هتجيبي الشوكولاتة الدارك او اي نوع شوكولاتة عندك على حمام بخار وهتسيحيها، او ممكن تحطها في الميكروويف 5 دقايق. تمام. وبالشوكة كده وهصفيها من الصوص كويس، وهحطها على ورق زبدة علشان وانا بشيلها اعرف اشيلها ما تلزقش مني في اي حاجة تانية. حضراتكم شايفين بكور اهوت الكرات بتاعتي وبحطها في الصوص، في صوص الشوكولاتة، وبعد كده هنقلها على ورق الزبدة. لان احنا بعد كده هندخلها مرحلة تانية، هندخلها التلاجة كمان مرة، يبقى احنا كده دخلناها التلاجة مرتين اتنين. وكده انا هعمل الكمية بتاعتي كلها زي ما حضراتكم شايفين. ادي الكمية بتاعتنا يا جماعة كلها هي، عملنا كرات جوز الهند اهيت، طلعت معانا الكمية ديت، ودخلناها التلاجة كمان ساعة على ما صوص الشوكولاتة يمسك عليه. شايفين ما شاء الله جميلة قد ايه. اتحداكي دلوقتي ان انت هتشوفيها وتقومي تعمليها. طبعا انت هتقارنيها باللي بره، طبعا اللي انت عاملاها في البيت في فرق شاسع يا جماعة، والطعم اقوى واحلى، وحاجتك بقى عاملاها في البيت بنظافة، حاجة حلوة. ما شاء الله جالك طيوب، طب عليك ضيوف كده على غفلة بتعمليها ما بتاخدش منك وقت، وولادك هيحبوها وكل هيحبها. شايفين ما شاء الله يا جماعة. طبعا هي مش بتطلع معانا متساوية قوي زي ما بنجيبها يا جماعة من بره، بس في الطعم اقوى واجمل. ويلا بقى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تضغط اللايك والسبسكرايب علشان يوصلك كل